انا جيت. ازيكم عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير، احسن صحه واحسن حال وراحه بال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك حلو في القناه كده عشان تنضمي لعيلتي الصغيره اللي بكره تكبر بيكم ان شاء الله. تعالوا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا ان شاء الله فيديو النهارده فيديو هيعجبكم. هو حلو كده ومتنوع ومختلف، ميكس بين عندي وعند ماما. هقول لكم كل حاجه بالتفاصيل في الفيديو ان شاء الله. مبدئيا كده بدأت الفيديو بان احنا النهارده بقى يعني دي كده الشوكولاته دي جايه للولاد. تمام، يعني جايه ايه للولاد، يعني احنا مش شاريينها. تمام. ديت اللي هي الكوبي بتاع النوتيلا. انا بصراحه يعني ما بجيبهاش اصلا، والمقاطعه كمان خلتنا ما نجيبش حاجات كتير اصلا. حلو، فانا ما اعرفش اصلا دي مقاطعه ولا مش مقاطعه، بس طبعا اي هديه عمرك او اي حاجه بتيجي عمرك ما هترفضيها، يعني فاهميني. فدي جايه للولاد، فبصراحه بقى ايه يعني هما نفسهم جدا جدا في الشوكولاته بالتوست. فبعت ابني يجيب توست وكده معرفش، فلما معرفش بقى وانا مش عارفه اعمل ايه ونفسهم فيه قوي، فقلت لهم خلاص بيبقى بالفينو حلو جدا جدا برضو هيعجبكم قوي. فالمهم جبت بقى فينو، وقلت اعمل لهم سندوتشات كده شوكولاته النوتيلا كده هتبقى حلوه قوي قوي. خصوصا بقى ان هي بجد طعمها خطير، وعايزه اقول لكم بقى يعني سايحه كده. هما كانوا عايزين يفطروا كده، وانا كنت نازله اليوم ده عند ماما، ففطرنا كده السندوتشات دي زي ما بقول لكم ونزلنا على طول. مبدئيا كده اول حاجه عملتها اول ما نزلت عند ماما لقيتها جايبه وراك وجناحه. هنعملهم بطريقه حلوه قوي قوي. انا بنضفهم زي ما انتم عارفين، انا قلت لكم قبل كده انا بعمل محلول نقع لاي حاجه، بالذات الطيور. بعمل محلول نقع اللي هو ميه وليمون وملح ودقيق. صدقيني عمرك ما هتلاقي زفاره خالص خالص. انا عايزه اقول لكم ان انا نضفتها حلو جدا عشان لو اي دهون زياده او اي دهون فيها تتشال. وغسلتها مره واتنين وحطيت ليمون بص وملح، وما بحطش خل الا بقى لما اكون مضطريه قوي، اللي هو يعني ما عنديش مثلا ليمون فعايزه اغسل الفراخ او الحاجه اللي عندي حلو جدا، فبحط شويه خل معلقتين كده خل عشان الزفاره. بس بقى انا غسلتهم حلو جدا جدا وشلت ايه دهون زياده فيهم وبتاع والكلام ده كله. عايزه اقول لكم ان انا هقسمهم، يعني جزء هعمله اللي هو هعمله مع الاكله اللي هنعملها النهارده، وجزء تاني هقسمه على اكياس. هقسمه بقى على اكياس اللي هو ممكن يتشال للعيد. لو بقى شوينا كده لحمه في العيد ان شاء الله هنشوي لحمه، بس انا بصوا هنتبل اللحمه مع بعضينا وهنعملها، بس مش هشويها في البيت بصراحه لاني عندي تماره ممنوع عنها خالص خالص. يعني انا لما بولع البوتاجاز او لما بدخل المطبخ اعمل اي اكل بفضل اقول لها اخرجي بره. هي بتبقى عايزه تقف معايا بس انا بفضل اقول لها اخرجي بره. تماره من وهي بيبي عندها حساسيه شديده جدا، فممنوع عنها اللي هي تقف في حاجه فيها دخنه، اللي هو فاهميني البخار بتاع البوتاجاز لما بولع الفرن الكلام ده كله. فطبعا من المستحيل ان انا اعرف اشوي فراخ او لحمه والكلام ده كله عشان تماره بس ما تتعبش. احنا كنا زمان، يعني زمان قبل ما اتجوز وكده كان ممكن نجيب السيخه بتاعه الشوي ونجيب العده بتاعه الشوي بقى والفحم وكل الكلام الحلو ده ونحطه في البلكونه عند ماما ونشوي. وممكن كنا في السطح عند خالته، يعني ايام بقى ما كنا صغيرين قوي عند خالته ممكن نعمل برضو الافكار الحلوه دي. بس خلاص بقى دلوقتي يعني كله بقى مسؤوليه ولاد وبتاع، وعندي تمرد زي ما بقول لكم، فمبقاش الموضوع بنوديه على طول بقى دلوقتي، ده اسهل حاجه. بس انا اللي بتبلها. تعالوا بقول لكم التتبيله اللي طلبت مني وعملي، هو عملتها لكم عملي، طلبت مني اليومين اللي فاتوا في تعليق فانا عملتها لكم عملي. اول حاجه كده انا جبت 3 طماطميات وقرن فلفل حراق، ولو عندك بقى قرن فلفل رومي حطيها تدي طعم حلو قوي، بس انا ما كانش عندي. بصلايه كده كبيره وحلوه كده، احمر ابيض اي نوع. ملح بقى حلو قوي عشان تبهري بقى، وانا معايا كميه فراخ محترمه فاللي هو عايزه بهر حلو قوي. وشويه فلفل اسمر، معلقه بهارات، وكمان بابريكا. البابريكا بتدي لون حلو جدا، ما بتديش اي طعم، هي بتدي لون حلو قوي قوي للفراخ، بتخليها كده لونها انتوا هتشوفوه بعد ما تستوي لونها يبقى عامل ازاي. عندك بقى جوز الطيب وحابه تحطي حطي مفيش مشكله، انا ما كانش عندي جوز الطيب برضو فما حطيتش. بس لما بيبقى عندي وانتم متعودين على التتبيله ديت ببشر كده بشره من جوز الطيب، على فكره بتدي طعم يعني مش قادره اقول لكم حلوه قد ايه. وشويه زيت صغيرين خالص
عشان تلمع الفراخ. مسكت بقى كده الجناحه بتاعتي، بقطع الحته اللي هي فوق ديت، بحس ان هي ملهاش لازمه ان انا استخدمها خالص، فبركنها على جنب كده واقطعها واشيلها على جنب. وبعدين بقطعها كده اللي هو يعني بديها فتحتين كده من فوق وفتحتين من تحت، بصوا يعني بفتحها من كل حته عشان التتبيله تدخل فيها عشان يبقى طعمها حلو. ما بحبش ابدا تبقى الفراخ محيقه من بره ومن جوه كده طعمها ما فيهوش تتبيله، لا بحب التتبيله تبقى داخله في كل حته. جربي التتبيله دي لو انت اول مره تشوفي القناه وجيتيك بقى لحد التتبيله كده وانا بعملها. جربي التتبيله دي وهتدعيلي قسما بالله. في المشويات التتبيله دي حلوه جدا جدا جدا. عايزه بقى تحطي بصل بودر، توم بودر، عايزه تحطي بقى اللي هو روزماري، زعتر، حطي اللي انت عاوزاه طبعا. يعني دي حاجه براحتك خالص، ما فيهاش اي مشكله. بس انا بقول لكم انا بعمل ايه بالظبط، هو ده اللي انا بعمله، ما بزودش عليه خالص اي حاجه، وبتطلع حكايه. بصوا لون التتبيله بعد ما ضربتها في الخلاط حلو قوي قوي ازاي. تبلت بقى الحاجه حلوه قوي قوي. وكمان دلوقتي ده كده الاجنحه ومعاها كام زور كده. يعني وانا الاجنحه بحبها مشويه لما تكون كبيره او لما يكون حجمها حلو، ما تتحروقش في الفرن. الاجنحه لما بتكون صغيره ممكن تلسوع منك في الفرن بسهوله. فانا بصراحه لما الاجنحه بتبقى جايه كبيره كده بحب ان انا اتبلها كده واشويها، بتبقى حلوه قوي قوي. وزي ما قلت لكم ان انا هشيل منها جزء. فانا بديكي في الفيديو ده افكار ممكن تعمليها، ممكن تنفذيها. ولو كمان بقى انت اول مره تشوفي القناه، عايزاكي تاخدي لفه كده في القناه، جوله كده صغيره في القناه. مش هتاخد من وقتك كتير، بس الجوله دي هتعرفك قناتي اكتر. وان شاء الله باذن الله تعجبك القناه فتشتركي فيها على طول، عشان ان شاء الله باذن الله كل مادة كل ما القناه تكبر هنعمل حاجات اكتر مع بعض، وهنعمل حاجات احلى بكتير مع بعض. اللي هو يعني ايه، العيله الصغيره لما تبقى عيله كبيره فبتعمل حاجات احلى بكتير مع بعضهم، فاهميني؟ ولو وصلتوا بقى لحد هنا ولسه ما حطيتيش اللايك، ما تنسيش اختك بلايك حلو كده زيك، عشان اللايك ده بيشجعني قوي قوي وبيعرفني ان الفيديو عجبك. جبت بقى بصلايه كده وبشرتها وحطيت عليها ملح وفلفل اسود. وجبت بقى الوراك بتاعتي. بحب اعمل الموضوع ده قوي مع الوراك. الموضوع ده عايزه اقول لكم خطير خطير، بيفرق قوي 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 في تتبيله الوراك. انك تجيبي بصلايه مبشوره كده تحطي عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود وتدعكي بيها الفراخ بتاعتك قوي. الموضوع ده على فكرة بيفرق جدا 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 في ان انا ابهر الفراخ بتاعتي او اديها طعم حلو. البصلايه دي بتفرق قوي، بحسها فعلا حلوه. طب ليه ما عملتيش كده في الاجنحه؟ من باب التغيير مش اكتر. اللي هو ايه، حبيت اعمل كده في الوراك. والاجنحه خلاص، الاجنحه امرها بسيط، هي صغيره، فالوراك بتبقى كبيره. فالوراك لما تتبليها كده ببصل بملح وفلفل بتدي طعم احلى بكتير. بعد بقى ما تبلتهم حلو جدا كده ودخلت بقى البصل كده وكل حاجه ببعضها، جبت بقى التتبيله اللي انا عاملاها ونزلت بقى على الوراك بتاعتي كده وهتبلها حلو قوي قوي. زي ما قلت لكم احنا هنشيل جزء وهنعمل جزء. طبعا بقى انت بتقسمي الاكياس او بتقسمي الاجزاء زي ما انت محبه، على حسب هتاكلوا قد ايه، عدد الافراد قد ايه، بتقسمي التقسيمه اللي تريحي. ممكن تجيبي بصوا انا جايبه 8 وراك، دول كده 8 وراك. قسمتهم. يعني الورك مثلا ما شاء الله كبير، وكان جزء مخلي فيه وجزء يعني كان عند القصبة متشالة، كان مخلي من فوق كده من عند الفخدة كان في عظمة صغيرة. فاللي هو انا قسمت الورك على 2. حلو، شلت منه جزء وعملت جزء منه. والجناحة كمان عملت منها جزء وشلت منها جزء. كمية الأجنحة قد ايه انا بصراحة مش عارفة. يعني انا ما سألتش ماما لان ماما اللي جايبه الحاجة دي، فانا ما سألتش. فمش عارفة، انا نزلت لقيت الحاجة دي زي ما هي. فطبعا انا لما يعني ببقى عندي او لما ماما بتجيب الحاجات ديت بحب ان انا اتبل الحاجة قبل ما اشيلها او اغسل الفراخ واشيلها. بصراحة بحس ان الموضوع بيبقى منجز قوي 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 انك تتبلي الحاجة بتاعتك وتشيليها متبلة جاهزة وتطلعها على طول على الشوي او على الاكل، انك تعملي اكلك على طول. الموضوع ده بيفرق جدا على فكرة، وجربيه. وابدأي بقى من دلوقتي، يلا جهزوا كده للعيد. ممكن تجيبي حاجة في حاجة، ممكن ما تجيبيش كل حاجة مرة واحدة، ممكن تجيبي حاجة في حاجة. بصوا بقى انا كده قسمتهم، دول كده كيسين وراك وكيس فيه زوار، وكيس فيه اجنحة. تبلتهم، وعايزه اقولك تاني جربي التتبيله دي وان شاء الله تعجبك وهتبقى حلوه قوي قوي. هنعمل ان شاء الله برضو تتبيله الزبادي مع بعض الفتره الجايه، هتعجبكم جدا باذن الله.
هنعمل ويكا مع بعض بقى. الويكا سهله قوي قوي، لو عجبتك بقى عايزاكي تجربيها وتقولي رايك فيها. كنت مفرزه معاكم ويكا قبل كده، فدول كده كيسين نزلتها في شوربه. دي شوربه بلدي كانت عندي، سخنتها حلو قوي ونزلت الويكا كده على النار. وبعدين اول ما خدت غلوتين تلاتة كده نزلت عليها طماطمايه وسبتها بقى تغلي براحتها خالص لحد ما الويكا استوت. هي كده الويكا استوت معايا. اول ما استوت قمت جايبه طاسه صغيره، قمت حاطه فيها معلقه سمنه، وده كده 3 فصوص توم بالعدد، 3 بالعدد، ما زودتش عن كده. مدقوقين كده حلو قوي قوي، ومعاهم شويه كزبره، يعني مثلا نص معلقه كزبره ناشفه. وبعد بقى ما اتشوحت حلو قوي قوي كده والثوم خد لون معايا وريحته طلعت كمان، هنزله على الويكا على طول. زي طشرة الملوخية بالظبط، اللي هو نفس بعملها معاملة الملوخية بالظبط. عايزة اقولك انك بجد هتاكلي احلى ويكا في الدنيا. لو عجبتك عايزاكي تنفذيها، هتعجبك قوي قوي. يعني لو عجبتك كده بالطريقة دي عايزاكي تنفذيها وتقولي رايك فيها. خلصتها بقى خلاص وكده كانت جاهزة معايا، والاكل كان جاهز. تعالوا بقى اوريكم منظره بعد ما غرفت. وبجد بجد ما شاء الله الاكل كان حلو جدا. دي الفراخ بقى. طبعا ما حطيتش الفراخ كلها، مش كل الفراخ اللي شويتها حطيتها، ده جزء كده على قد اللي هياكله بس. بصوا لونها على فكرة اقسم بالله ما فلتر ولا اي حاجة، ده لونها كده، ده طالع كده من الشوي لونها. البابريكا اللي مديانا اللون الحلو قوي قوي ده. ودي كده بقى الويكا بعد ما استوت، والعيش بتاعنا وشوية بقى مخلل خيار على فلفل، حاجة كده فظيعة. خلصت بقى وكلنا الحمد لله. وكانت اكله حلوه قوي قوي بجد والله، يعني من باب التغيير كده نغير. وعايزه اقول لكم حاجه، اليومين دول كده اللي هو يوم كده اعملي فراخ ودلعي بيتك، ويوم كده اللي هو بقى اكل عاديه، بطاطس محمره وبتنجان وبيض مدحرج. وعايزه اقول لكم الحياه بتمشي كده اصلا. واحنا داخلين على عيد كمان، وبصوا هناكل يعني لحمه اللي هو يعني العيد جاي، ما نقلقش اللي هو ايه. نمشي حالنا اليومين دول عشان نعرف نمشي امورنا بعد كده. مش لازم كل يوم ناكل لحمه وفراخ وسمك، ممكن عادي جدا يوم او يوم لا، ممكن يومين ويوم لا، اللي هو نمشي دنيتنا. عايزه اقولك الموضوع ده هيفرق جدا جدا معاكي في ميزانيه بيتك. لو عرفتي تمشي دنيتك وتعرفي ايه اللي انت محتاجاه بيتك تجيبيه، وايه اللي انا مش محتاجاه مش ضروري اجيبه خالص، فعلا فعلا هتفرق معاكي. ممكن كمان تخصصي لنفسك كده مبلغ بالاسبوع اللي هو من مصروف البيت، تجيبي حاجتك وجزء كده من المبلغ ده تشيليه على جنب لاي ظروف. لو اتبقى حتى معاكي، بصوا انا هقول لكم ابسط الحاجات، لو اتبقى معاكي بس 20 30 جنيه وشايفاهم زيادة ومش محتاجاهم في المصروف، اركنيهم على جنب كده وشيليهم في حصالة. واعملي ده كل ما يبقى معاكي اي حاجة كده بسيطة وانتي مش محتاجاها، اركنيها على جنب. صدقيني هتيجي فجأة كده وتحسي الموضوع فرق معاكي جدا، وهتحسي ان الموضوع بجد يعني وفر عليكي كتير. جربوا التجربة دي وان شاء الله تعجبكم. يعني دي حاجة بجد كده، يعني نصايح اخوية كده، احنا بندي لبعض نصايح اخوية. تعالوا بقول لكم بقى انا مزينة كده وعاملة كده ليه. مبدئيا كده ابن اختي نجح، هو في سنه رابعه ابتدائي الحمد لله ما شاء الله، جاب امتياز ما شاء الله عليه. عايزه اقول لكم بقى لازم نفرحه لما اولادنا ينجحوا، لازم نكافئهم لازم، عشان يحسوا ان احنا حسينا بتعبهم طول السنه، ان احنا واقفين معاهم. اول حاجه بقى دي محفظة، ده اخوه الصغير. اخوه عنده 3 سنين على فكرة، بس مامته حابة تعوده ان لازم تجيب لاخوك هدية لما ينجح. لازم تساند اخوك على فكرة حتى الكبير بتعمل كده مع عم الصغير. دي محفظة كده عشان هو بيحب يشيل فلوسه في محفظة. واللعبة اللي هناك اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو دي مامته جايباها له، دي لعبة هو نفسه فيها قوي قوي قوي. التيشيرت ده بقى ماما جايباه له، عايزه اقول لكم تحفة، والماتيريال بتاعته او الخامة بتاعته فظيعة ما شاء الله. انا بفكر اجيب منهم 2 عشان يوسف وحسن، لاني كنت قايله لكم او كنت قلت في التعليق ان هجيب تيشرتين للعيد للولاد، فبفكر اجيب لهم بقى يعني تيشرتين من دول، عاجبني قوي. العلبة ديت فيها مكعبات، دي بقى ولادي اللي جابوها له. انا كمان جبت له ايه هوريكم دلوقتي، انا مش عارفه وريتها لكم ولا لا، بس هوريكم تاني. دي المكعبات. انا هوريكم هديتي دلوقتي. انا جبت له ساعه. عايزه اقول لكم الساعه اللي جايباها له حلوه جدا، الساعه اللي هي طالعه جديده ديت، اللي هي يعني حلوه قوي قوي. وعلى فكره عايزه اقول لكم سعرها حلو جدا، مش غاليه خالص، اللي هو ممكن كده نفرح الولاد بحاجات بسيطه وفي نفس الوقت تفرحهم وتبسطهم. هو كان نفسه فيها برضو، فانا قررت ان اجيبها له كده. يعني قلت انا هجيب له الساعه عشان يفرح بيها، وطالما هو كان نفسه فيها من بدري.
هوريكم كمان هو مبسوط قد ايه بالهدايا وهو بيفتح. انا كل ده بوريكم الهدايا من غير هو ما يشوف خالص، يعني هو ما كانش لسه شاف الهدايا. بصوا ما شاء الله الهدايا حلوه جدا ازاي. اللعبه بتاعت مامته، التيشيرت بتاع ماما، المحفظه اخوه اللي جابها له، الساعه انا جايباها له، البوكس ده ده فيه مكعبات. بابايا بقى ادى فلوس بصراحه بقى، يعني هو بابا ما بيعرفش قصه انه يجيب هديه وكده قوي للاطفال. ممكن يجيب لنا احنا ككبار هديه عادي، برفيوم بقى، ساعه هديه لينا، حاجه بتاع. حتى ماما ممكن يجيب لها هدايا كده، بس احنا يعني بابا مش عارف يجيب للطفل ايه، فهو اداله فلوس. بصوا ابن اختي فرحان قوي 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 بالهدايا. عايزه اقول له بجد ربنا يوفقك في حياتك ويا رب دايما ناجح وربنا يحميك ويحفظك. واختي فعلا فعلا تعبت مع السنه دي جدا. وبعد التعب لازم تلاقي فرحه، لازم ربنا يفرحك بعد التعب. يا رب يكونوا ولادكم كده فرحوكوا بنجاحهم. مش مهم التقدير، المهم ان ابننا نجح او بنتنا نجحت وربنا كرمها كده وطلعت للسنه الجديده. لازم تفرحوهم باي حاجه صغيره حتى لو كانت حاجه بسيطه، هيفرحوا بيها قوي قوي. وده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. فرحانه قوي قوي بالفيديو ده عشان بصراحه كان نجاح ابن اختي واحنا كنا متجمعين عشان اليوم ده، فعملت الاكل عند ماما وقضيت اليوم كله عند ماما، وحبيت اديكم افكار كده النهارده في الفيديو تاخدوها وان شاء الله تنفذوها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير كده وشيري القناه على قد ما تقدري. احبكم في الله جدا جدا واشوفكم في فيديو جديد، فيديو حلو ومختلف وتحفيزي كالعاده. هتوحشوني. باي باي.